لو انت بتقعد بالساعات قدام الكتاب وبتحس انك بتذاكر وبتحاول تحفظ وتفهم، بس لما تيجي في الامتحان تحس ان دماغك فاضية ومفيش حاجة ثابتة، يبقى لازم تعرف انك مش لوحدك. في ناس كتير بتقع في نفس الفخ ده وبتفتكر ان الحل انهم يزودوا عدد الساعات او يسهروا اكتر او يحرموا نفسهم من الراحة. لكن الحقيقة ان الحل مش كده خالص. الحل انك تذاكر بذكاء مش بجهد. يلا بينا اقولك تعمل ده ازاي. أول حاجة لازم تعرفها إن المذاكرة مش لازم تكون بالعافية، يعني مش لازم تحس إنك بتعذب نفسك وإنت ماسك الكتاب. بالعكس، إنت المفروض تكون مرتاح، لأن العقل لو مش مستريح مش هيحفظ حاجة خالص ولا هيفهم أي حاجة، حتى لو قعدت قدامه يوم كامل. وعشان كده لازم تجهز مكان مذاكرتك يكون مريح ومنظم ومفيهوش دوشة أو كركبة، لأن المخ بيتشتت من أقل حاجة وبيخليك تزهق بسرعة. تاني حاجة بقى إنك لازم تذاكر بخطة، يعني ما تدخلش كده تفتح أول صفحة تقابلك وتقعد تقراها وخلاص. لازم يكون عندك جدول وعارف أنت هتذاكر إيه كل يوم، عشان ما تتعبش وتحس إنك ضايع وسط الكورسات والكتب والملازم. وحاجة مهمة جدا برضو، ما تقعدش تقرا المعلومة مرة وتقول تمام أنا فهمت. لأ، لازم تعيدها كذا مرة وتحاول تشرحها لنفسك بصوت عالي، أو حتى تحكيها لحد صاحبك، أو تسجل صوتك وانت بتقولها وترجع تسمع التسجيل ده وانت بتتمشى أو بتريح كده كأنك بتسمع أغنية. كمان حاول تحول المعلومة لرسمة أو خريطة ذهنية أو حتى كوميكس بسيط، لأن العقل بيحب الصور وبتثبت أسرع من الكلام المكتوب عادي. ولو عندك معلومة معقدة حاول تقسمها لأجزاء صغيرة وركز في كل جزء لوحده، عشان مخك ما يتخنقش وما يدخلش في دوشة المعلومات كلها مرة واحدة. واوعى تنسى تحل أسئلة كتير، لأن الحل هو اللي بيخلي المعلومة تفضل ثابتة في دماغك ومترتبة. كمان حاول تبعد عن السهر الكتير، لأن وانت نايم عقلك بيرتب المعلومات وبيخزنها بشكل أفضل. يعني لو انت بتسهر كتير عشان تذاكر، انت كده بتضحك على نفسك، عشان في الآخر هتصحى الصبح مش فاكر انت كنت بتذاكر ايه ومش مركز في أي حاجة. وفوق كل ده لازم تريح نفسك كل فترة وانت بتذاكر، يعني كل ساعة خد لك 5 دقايق تمشي أو تعمل تمارين خفيفة أو حتى تتفرج على فيديو بسيط، عشان عقلك يرجع يركز من تاني. وفي الآخر لو انت فعلا عاوز تذاكر بذكاء مش بجهد، امشي على الكلام اللي قلته لك ده، وهتلاقي انك بتذاكر أقل وبتفتكر أكتر وبتحل في الامتحان وانت مطمن ومش مرعوب من الحفظ